برضه؟ يا سيدي قلت لك 1000 مرة النمرة غلط، ما عندناش حد بالاسم ده. انت طالب نمرة كام؟ نعم يا اخويا، ما انتش عارف؟ يا راجل عيب اختشي، ده واضح من صوتك انك راجل كبير والمفروض انك تكون محترم. حاسب على التليفون يا جميل. الله، مالك عصبية كده؟ ما هي حاجة تجنن، واحد اكيد قد جدي وعمال يعكس في التليفون. أكيد عنده نظر. يا سلام، ده لو كان شافك وبيعكسك. ولو كان ما شافنيش وبيضرب نمرة اي كلام يبقى ايه؟ يبقى قلبه دليل. ايه ده غزل اخوي ولا ايه؟ ما قلتليش هو قال لك ايه بقى المعجب الولهان ده في التليفون؟ هو قال حاجة؟ يا ريته كان قال حاجة. يا سلام، اه ما قالش حاجة أبدا. ابدا. أمال يعني كان بيكلمك في التليفون بالإشارة؟ لا، كان بيسأل على واحد اسمه حسن. حسن؟ اه، حسن توفيق المحامي. ومحامي؟ ايه، انت تعرف حد بالاسم ده؟ لا أنا ما أعرفش حد بالاسم ده خالص. الله، ومالك ارتبكت كده ليه؟ أنا ما ارتبكتش ولا حاجة أبدا يا شريف. الله، هو انت بينك وبينهم حاجة؟ لا أبدا أنا بس أصلي أنا ما بحبش المحامين دول. ليه بينك وبينهم ايه؟ بيفكروني بالقضايا والمحاكم، وانا اصلي ما بحبش المشاكل. واصل المشاكل عندنا في كندا غير المشاكل هنا في مصر. هناك المشاكل مشاكل، كل مشكله اعوص من اختها. هايل هايل. نعم، هايل هو ايه ده اللي هايل؟ مجرد خاطر عدى في دماغي وانا بصالك. عارف فكرت في ايه؟ لا، فكرت في ايه؟ تخيلت نفسي مثلا سافرت كندا اه وبالصدفه زي الافلام قابلتك، وانت عارف بقى مشكله الدم بيحن دي. دمنا حن لبعض، حبينا بعض، اتجوزنا بعض، مش كانت تبقى مشكله؟ لا، ما كانش ممكن يحصل. ليه؟ انا قريت كتير انها حصل. لا، ما هو احنا بقى لو كنا اتقابلنا في كندا آه. كنا هنتعرف على بعض، اسامينا هتكشفنا لبعض، هنعرف اننا اخوات، نحب بعض لكن نتجوز لا. صحيح، فاتتني حكايه الاسماء دي. لكن انا شخصيا ما كنتش اتمنى ابقى اختك، لاني ما كنتش هلاقي عريس احلى ولا اظرف منك في الدنيا. تعالى اما افكر لك في فكره تانية من تخاريف. تعالى. الله، ناديه، سمعت يا ناديه التخاريف اللي بخرفها مع جوزك؟ ان قبل كندا قال ونتجوز بعض ونحب بعض. اما اختي دي عليها شويه تخاريف. وايه المانع يا ترى؟ المانع انها اختي. لا، دي بسيطة، ممكن نحلها. لا، ما تتعبيش نفسك في حلها. شريف غرقان فيك الششط. عن اذنكم. باي باي. باي باي. ناديه، ايه مالك؟ ماليش. قولي لي، حصل حاجه؟ انت من حقك تعمل اللي انت عايزه، لكن انا كمان من حقي اعرف هسيب البيت ده امتى. غريب. ايه الغريب في كده بقى؟ اصلك النهارده الصبح كنت في منتهى السعاده وبتتمني انك تعيشي هنا على طول، مش ده كان رايك؟ غيرت رأيي. الله، ليه؟ ايه السبب؟ من غير سبب كده زهقت. الله، ناديه، من فضلك اسمي مشيرة. طول ما احنا هنا اسمك ناديه. كفاية بقى كفاية. من ساعة ما جيت البيت ده وانت عمال تديني في اوامر ونواهي، اعملي كذا ما تعمليش كذا، اضحكي عيطي، وحضرتك حر تعمل اللي انت عايزه. اشمعنى انت يعني؟ ها؟ انا؟ طب انا عملت ايه؟ والله بقى انت عارف كويس انت عملت ايه. قصدك شريفه؟ والله بقى انت حر، من حقك تحبها تحبك، ده موضوع ما يخصنيش ما يهمنيش خالص. لكن احنا هنا بقى في مهمه، يا اما تتنفذ صح يا اما مفيش داعي لكل اللي بنعمله ده. الله، مشيرة أرجوك تسمعيني. انا سمعت كل حاجه، وبدل ما تتقابلوا في كندا صارحها بالحقيقه، قول لها انا مش اخوكي. طب تفتكري لو قلت لها كده هيحصل ايه؟ معرفش. طب افرضي حتى ان احنا حبينا بعض زي ما انت متهيألي، ايه الفايدة؟ ها؟ هتجوزها؟ مش ممكن طبعا، مستحيل يا مشير. ارجوك يا استاذ حسن، انا خلاص اعصابي ما بقتش مستحمله، اتصرف اعمل اي حاجه، احنا لازم نسيب البيت ده فورا. كده؟ حاضر. انت هتعمل ايه؟ هنسيب البيت ده فورا، مش ده اللي انت عايزاه؟
ايوه بسطويسي، انا حسن. نعم. ايوه قالت لي وفهمت ان انت اللي اتكلمت. اسمع يا بسطويسي، انا عاوزك تبعت لي تلغراف من كندا بكره. لا تسافر كندا ايه يا غبي؟ ايوه تلغراف مزايد. خد الصيغه عندك. احضر فورا، العمل متوقف، نرجو حضورك شخصيا بأسرع وقت ممكن. ايوه الله، اتصرف بقى يا بسطويسي. طيب اما قبلك هبقى اقول لك على كل حاجه. مع السلامه. خلاص يا ستي، بكره الصبح يوصلنا التلغراف. بالليل نسيب البيت ده ونمشي وترتاحي من اكبر كابوس مزعج مر في حياتك. الله، مالك؟ مش ده اللي انت عايزاه؟ مش عارفه. الله، مش عارفه. من دقيقه واحده بس قلت لي عاوزين نسيب البيت ده ونمشي. ايه اللي حصل تاني؟ مش عارفه. يوه، مش عارفه. صدقني يا حسن، انا ما بقتش عارفه انا عايزه ايه بالظبط. عايزه امشي ولا عايزه استنى هنا؟ انت ما عندكش فكره الاسبوع ده عمل فيا ايه؟ عارف يا مشير. حي القدر بيرسم خطواتنا بشكل غريب قوي. انا قبل ما اقرا الاعلان واشوف صورتك في الجورنال كنت ضايعه. لو الجورنال ما كانش واقف في ايدي بالصدفه كان ايه اللي حصل؟ لكن قريت الاعلان، شفت صورتك، جيت لك، قابلتك، اشتغلت معاك. كل ده ليه؟ عشان اجي البيت ده اقابل الناس دول، احبهم، احس تاني بدفى البيت والعيله اللي اتحرمت منها من زمان. انت ليه جبتني هنا؟ ليه اخترتني انا بالذات للمهمه دي؟ ليه؟ صدقيني يا مشيرة، مش انا اللي اخترتك، القدر هو اللي اختارنا. حتة اعلان في جورنال انا شخصيا ما كنتش موافق عليه جمعنا كلنا، انت وانا والاستاذ كامل. وده كله ليه؟ علشان ننقذ حياة دولة هانم. ربنا عايز كده.